الساعة 6 بدك تكوني مزروعة بالبيت. مو بتنعطى وش، ايه بس انه لازم في شخص يتحكم فيها. انا على كيفي برجع. بعمل بلا. منفتحين كثير على العالم ما شاء الله. زيادة. قالت له فشلت. طبعا. عماد، برأيك وجود الرجل بحياة الامرأة بأي صفة كانت، إن كان أبوها أو أخوها أو زوجها أو حبيبها أو ابنها يعني، تمام. هل هو لازم يكون عم يتحكم فيها أو مسلط عليها ولا لا؟ إيه لا ما بتقبل. ليش؟ ما بحب انه حدا يتحكم فيني وهيك. هلا برأيي هو يفضل يتحكم فيها. يعني البنت بهالعمر مثلا بين ال 17 ل 20، مو شرط بهالعمر، أي عمر حتى لو قدام البنت قد ما كان عمرها برأيك إنه بيضل البنت لسه مو بتنعطى وش، ايه بس انه لازم في شخص يتحكم فيها. هلا يمكن هذا الشيء صح بس انا ما بحب، يعني ما في يعني بحياتي ما هيك حدا. بتمشي هذا الشيء. لا مو يتحكم، ينصحها ويسايرها، وانا ما بحب التحكم هيك يعني هي الكلمة ثقيلة. ايوه تماما، يعني من باب الخوف عليها، من باب ايه. برأيك إذا أنت مثلا دريت إنه حبيبتك طلعت الساعة 2 بالليل تتمشى بالجاحظ، شو تصرفك بيكون تجاهها؟ لا مستحيل بنت لهالوقت تتأخر، مستحيل. يعني احنا كشباب ما نطلع هالوقت لهالدرجة يعني. انا على كيفي برجع. والله مشكلة كبيرة هاي. إمتى بترجعي؟ برجع على 10 11 12 واحدة 2 1 3 لا هيك. وحشة والله، ايه. قراراتك هيك يعني. منفتحين كثير على العالم ما شاء الله. زيادة. ماني بدي اقول لك فيديو كول لايكي بالبيت. بترجعي على 8؟ لا شو بتعمل يعني؟ بعمل بلا. شو البلا؟ شو البلا؟ شو البلا يعني؟ مشكلة هاي أنا ما بتزبط معي. يعني شو بتضربها؟ هلا إنه أضرب بنت أكيد لا، مو لهالدرجة. شو بدك إيه تعمل؟ بعاتبها، بساوي كم مشكلة، بعمل شوف يعني فهمت علي، فهمت ما فهمت بدي أتركها. يعني البنت قد ما كان عمرها، قد ما كان، قد ما صغرت بضل في عندها تصرفات لا وعي. لازم يتحكم فيها؟ مثلا شو هي تصرفات اللاواعية؟ انه مثلا يعرف لوين طالع، لوين رايحه، من نوع بس الخوف عليها، بس مو اكثر من هيك. طيب لو فرضنا هي قالت لك انا رايحه على المنطقه الفلانيه وطلعت كذابه، ساعتها هي هيك البنت، هي هيك بدها. شو بتعمل؟ انا بعد انه خلص ما زال صار في علاقه فيها كذب، خلص بلاها من اولتها. بتبعد طبعا اذا العلاقه بلشت بكذب بلاها. وهل انت من الشباب يلي تبع اول ما غابت الشمس بترجعي على البيت؟ لا انا من النوع انه بشتغل كثير، فكل وقت شغل برجع على البيت وخلص. مو انت. انه كالبنت ايه انت ممكن انك تقول لها اول ما تغيب الشمس بدك ترجعي على البيت؟ هلا في يعني عندك اوقات معينه تكون موجوده فيها بالبيت ولا عادي انه تاخر 2 3 بالليل؟ لا مستحيل بنت لهالوقت تتاخر، مستحيل. يعني احنا كشباب ما نطلع هالوقت لهالدرجه يعني. تخلي بنت تطلع على الساعه 2 ترجع على البيت؟ ايه ما ظابطه. طب شو ممكن تعمل يعني انت اي وقت ممكن تخليها ترجع على البيت؟ يعني مثلا اذا كانت معي خلص ايمت ما بدي بنرجع لحالها. يعني سقفها بس تغيب الشمس خلص ترجع على البيت، ما ضل وقت يعني. 8 9 خلص ترجع على البيت. ما شو ضل. رايك بالصبايا اللي عم نشوفهم هلا عندنا بالبلد، يعني بالجاحظ بالشعلان وبهالاياني 2 و3 بالليل ما شاء الله يعني. منفتحين كثير على العالم ما شاء الله. زيادة يعني ما ظابطة. ممكن ترتبط ببنت نعم. هيك جوا؟ لا مستحيل. ابدا. مستحيل برأيك أبداً. الشباب ممكن يرتبطوا بهيك بنت؟ هلا في شباب طبعا ممكن. احنا ما بنسيء للبنات يعني، طبعا لا ابدا. الشباب يعني. هلا طبعا في شباب بتحب هالشغلات كرمال، يعني مثلا تطلع معهم تروح سيري مشاوير وبس، اكثر من هيك لا. انه ياخذوهم كعلاقة زوجية مستحيل. ليش ما بتردي على الرجل؟ انا هيك عندي ما بحب انه حدا. متزوجة؟ لا انا من زمان متزوجه من طلقه، كنت صغيره يعني. ليش طلقتي؟ ما هو كانت عودي كبيره. انا إيه كنت كان عمري 14. ايه وكنتي ما تسمعي كلامه اكيد. صح؟ طب هذا مو غلط؟ بلا معناتها المرأة لازم يكون في فوق راسها رجل يعني يشكمها. ايه والله. يقول لها امشي واعملي وفوتي وانقبلي إيه وهيك. بس مو دائما طبعا يعني، لا، مو على لازم كل شغله. دائماً، لانه المرأة ما بتنعطى وش. فهمت عليك. ابدا. ايه عليك ما عم بستفزك والله، بس يعني بحق له بمجتمع عربي معروف انه الزلمه بحق له يجي يقول لك اطلعي فوتي كلي اشربي لا تنامي نامي في. لا انا ماني انه ماني معصامه. حتى مع عصام مو هيك. قالت له فشلت. طبعا. فلا خلص كل واحد عنا بيعرف شو حدوده، بيعرف شو يعمل وشو ما يعمل. كرأيي بحس إنه البنت عقلها كلياته هيك قده. عرفتي؟ حسب البنت بقى. حلو. يعني انت بتشوف انه الامراه بنت عقل؟ يعني بينضحك عليها، ما في بنت ما بينضحك عليها. لو عندك مرتك صارت هي البنت نشيتها على القصص اللي انت بدك اياها وبترجع بكير والى اخره، بس لما تزوجتها
ايه تمردت، يعني بتوصل للكرامه هاي. ممكن تعاقبها انه هي تمردت علاقة عليك؟ خلص بدها تساوي شغلات انا ما بدي اياها، بلاها على بيت اهلها ترجع. دغري بتنفصل. بلاها خلص، يعني علاقة بتجيب لي وجع راس، بلاها من اولتها. طب عماد عماد بنتك بتعاملها بنفس الاسلوب؟ طبعا. نفس الشيء؟ طبعا مثل ما بعامل اي حدا بحياتي، اجباري بنتي هي مني وفينا. طب ليش برأيك الامرأة ما بتنعطى ثقة؟ مو بتنعطى ثقة، بس نحن هيك عايشين بهيك مجتمع، هيك بده. تتعاقب بس يعني برأفة ورحمة. بس يعني ايه ما يمنعوها من طلع من البيت، هي يعني بكفي، هذا عقاب كتير كبير. ايه ايه بس في بنات كثير منعوا من طلع من البيت ايه يهربوا مثلا من الشباك من الباب. هذا صار شيء بقى يعني فوق الطبيعي وقت يهربوا. برأيك يعني هل هو الجو العام عنا صاير بالبلد عم يساعد المرأة او البنت انها تعمل ايه هيك ايه عم ايه تشوف غيرها فعم ايه تقلدها؟ إيه. معناتها بنرجع لفكرة واحدة. نرجع بنقول اللي متربية التربية مضبوطة، لو وين ما أكيد. حطيتيها ما بتتغير. هي الضرب ما بحب الضرب انا. ضرب؟ انا ما بحب الضرب. لا هذا تطبرنا اكيد. برنامج حتما يعني لا الضرب ليكي والضرب يعني انه بيعاقبها مثلا ببهدلها بهيك يعني. انت مع البهدله للمراه؟ لا هو اصلا انا ما بحب الرجل- اتبهدل صراحه. هو الرجل ما ببهدله، ممكن يعاقب بطريقه إيه. لطيفه يفهمها انه هي غلطت. فهمت عليك. بالنهايه اللي بيغلط ايه شو؟ اخر يتعاقب. اي والله. هلا هي رح تتعاقب، بس مو انه حدا رح يعاقبها. هي رح تكون مسؤولة عن قرارها وقت بتطلع، وقت انه مثلا بدها تكبر راس مثلا. فاي شيء بدها تعمله هي بدها تكون متحملة نتيجته. بشكلي هاي انا ما بتزبط معي. يعني هي لازم تتعاقب من قبل الرجل ولا لا؟ الايام رح تعاقبها، عم اقول لك. الايام الإيام. انا عم حدد يعاقبها، يعاقبها بالاهمان، مو بالعنف، يضربها أكيد. كذا، لا، إحنا ما يهزقها، قلنا بالعنف، لا ولا أكيد. التهزيء بالإهمال؟ والكلام. هل اهمال. بتشوفي انه الامراه بتمشي بالاهمال؟ عن جد؟ خلص بتركها. حتى لو بتحبها؟ هلا الحب يعني قد ما كان الواحد بحب الثاني، بس لما بيصير فصل مثل هذا في عرض ما عاد فينا، يعني بتوصل للكرامه هاي. بس احيانا البنت بتتاخذ، عرفتي؟ هلا في سن وعي توصل له، ممكن تكون صغيره كثير تكون معيانه، ايه بس ممكن هي تكون كبيره عمرها 30 سنه إيه. مش حدا يجرها على طريق غلط او تعرف مزبوط، نعمل كذا أو مزبوط، كذا. مزبوط. فلذلك نرجع للفكره الاساسيه انه لازم يكون في رجل متسلط عليها. ايه معناتها انت شو رايك؟ انه المراه لازم يكون في فوق راسها رجل ولا رجل. لا؟ اي والله. هلا انت اذا دير باله عليها. ايه اذا هلا فات رجل على حياتك وقال لك يا رشا الساعة 6 بدك تكوني مزروعة بالبيت، شو تقولي له؟ بقول له حاضر. برافو عليك. اذا كنت غيرت بحبه. وحدة. ما انا بحبه هلا. بتحبيه؟ مين هو؟ واحد. في واحد بحياتك حلو، طب احكي لنا، خلي وشك على الكاميرا، احكي لنا شو بيقول لك هذا الشخص؟ يعني ما بيتحكم فيكي؟ لا لسه امبارح تعرفت عليه يعني. وصرتي بتحبيه؟ ايه. سريعة رشا دغري بحبه. مو بقولوا الرجال قوامون على النساء؟ مزبوط. بكون عم يحميها بهي الطريقة. خلص اذا هيك بده يحميني ما في مشكلة.